كلنا تقريبا شفنا اللي عملته وداد في مسلسل جعفر العمدة. سابت البيت وهربت وجوزها قعد كام يوم يدور عليها وفي الاخر شافها بتتجوز واحد تاني. صدمه ما بعدها صدمه بالنسبه لاي زوج لما يشوف مراته مع واحد تاني غيره. تتجوز مراتي؟ طب ازاي؟ من بعد الحلقه دي والدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا وكل الناس قعدت تقول ازاي اتجوزت واحد تاني وهي لسه على ذمه جوزها، وحتى لو طلقها فين شهور العده؟ في الحقيقه اللي عملته وداد قانونيا كان صح، بس اللي عملته وداد انها خلعت جوزها وهي لسه عايشه معاه، رفعت عليه قضيه خلع وكسبتها وهو ما يعرفش اي حاجه. ايه ده؟ هو ممكن زوجة تخلع جوزها وهي لسه عايشه معاه وهو ما يعرفش انها خلعته؟ ممكن ده يحصل؟ بص، هو ده حصل فعلا وكانت حادثه مشهوره جدا. زوجه رفعت قضيه خلع على جوزها وظبطت المحضر اللي المفروض هيوصل اعلان القضيه للزوج، ادته قرشين يعني عشان الانذار ومواعيد الجلسات ما توصلش لجوزها. ودي حيله قديمه على فكره وبتتعمل من زمان في قضايا القايمه. الزوجه تروح ترفع قضيه قايمه على جوزها وهي عايشه معاه في نفس البيت عادي، وتدفع رشوه للمحضر او تستلم هي بنفسها اعلان المحكمه اللي فيه ميعاد الجلسه، وطبعا بتخفيه وما بتخليش جوزها يشوف. بعد كده طبعا بتقام الجلسه من غير حضور جوزها، فبيتاخد ضده حكم بتسليم العفش، فطبعا ما بيسلمش العفش لانه ما يعرفش ان في قضيه من الاساس، فيتحكم عليه بشهر حبس. وياما زوجات حبست ازواجها بالطريقه دي، زي اللي حصل مع الست اللي خلعت جوزها وصناع مسلسل جعفر العمدة استخدموا قصتها في الاحداث. كانت بتحب واحد تاني غير جوزها بس في نفس الوقت ما كانش عندها مكان تاني تعيش فيه، رفعت قضيه خلع وقالت للقاضي انها مش طايقه الحياه مع جوزها وانها عايزه تتطلق منه. والقانون زي ما بيدي الراجل الحق انه يطلق مراته اذا استحالت العشره ما بينهم، بيدي الست حق الخلع لو حست انها مش قادره تكمل مع جوزها، وبناء عليه فالمحكمه حكمت لها بالطلاق. لكن هي قدرت بحيله معينه انها تخفي الحكم ده عن علم جوزها عشان تفضل عايشه معاه في نفس البيت، لانها ما عندهاش مأوى تاني غير بيت جوزها او اللي بقى طليقها يعني. في الوقت نفسه اتجوزت عاشقها وفضلت مكمله في علاقتها معاه من ورا ظهر طليقها، لحد ما في يوم طليقها مسكها في بيته وهي والراجل اللي بتخونه معاه وحرر ضدها قضيه زنا. وقدام النيابه اكتشف الزوج الصدمه الكبيره، ومراته فتحت شنطتها قدام وكيل النيابه وطلعت منها عقد جواز عرفي، وقالت لوكيل النيابه ده جوزي والتاني ده هو اللي طليقي، وطبعا قدمت له شهاده طلاقها من جوزها اللي ما كانش يعرف اي حاجه عن الموضوع. وكيل النيابه بص للزوج وقال له انا اسف، ما اقدرش ارفع لك عليها قضيه زنا لانك دلوقتي مش جوزها اصلا، لان الزوج بس اللي من حقه ان هو يرفع القضيه دي. ووجه كلامه للزوج الجديد وقال له انت بقى من حقك ترفع قضيه زنا لو حابب، لان مراتك عايشه مع طليقها في بيت واحد حياه الازواج. فالزوج قال له لا، انا واثق في مراتي وعارف ان هي كانت عايشه معاه في بيت واحد بس محافظه على نفسها. اهو ده بقى تقريبا اللي حصل في مسلسل جعفر العمدة. وده اتخلعت جوزها وفضلت عايشه معاه وهي مش على ذمته اصلا، وفي الاخر اتفاجئ بيها وهي بتتجوز واحد تاني. مش انا خلعك من 7 شهور؟ والسبع شهور دول كنت عايشه معايا في الحرام. حادثه حصلت وبتحصل وهتفضل تحصل طول ما في ثغره بتقدر الزوجه تدخل من خلالها وتتلاعب بالقانون. وانا بتمنى ان احنا نعتبر الحلقه ال17 وال18 من مسلسل جعفر العمدة واللي اثاروا ضجه مجتمعيه كبيره يكونوا سبب في مراجعه بعض قوانين الاحوال الشخصيه، بحيث ان على الاقل يشترط حضور الزوج في جلسات قضايا الخلع دي، وان الحكم ما يتنطقش في غير وجوده هو شخصيا. زي ما في ناس دلوقتي بتحارب الطلاق الشفوي وبتنادي بعدم شرعيته لانه بيضيع حقوق الزوجه، على اعتبار انه بيضيعها يعني. وفي الاخر يا ريت نهتم بقضايا الخلع اللي بيحصل فيها ظلم لكتير من الازواج، واللي خلى ستات كتير تتحايل على القانون وتعيش مع ازواجهم من بعد ما كسبوا حكم الخلع.